أصبحنا وأصبح الملك لله الذي لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. يا صباح الفل عليكم وعلى عيونكم يا أحلى متابعين في الدنيا وأحلى أخوات. ربنا يسعد صباحكم ويوسع أرزاقكم ويكبر خاطركم، اللهم آمين. قولوا آمين. زعلانة منكم أوي 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 على عدم المتابعة والاهتمام واللايكات. اللايكات بقى بصوا، يعني انتم مبوظين الدنيا بصراحة. يعني ما شاء الله عندي 1680 مشترك، ماشي، فيش فيهم 20 50 متابع يعني 20 أو 30 متابع بيتابعوا بضمير، او مش عارفه اوصلكوا ازاي. المهم انا زعلانه منكم عشان انا من المشاهده وعدم المتابعه، مش بتهتموا بالقناه، فعلا بوظتوها. والخميره دي فعلا بتبوظ العجين على فكره يا جماعه، محدش يجيبها تاني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتح لما أغلق، الخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، الهادي إلى صراط المستقيم، وعلى الحق قدر مقدار العظيم. تنسوش يا جماعة تصلوا على الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ويا ريت اللي يفوت على قناة الأول مرة يشترك في القناة ويفعل الجرس فضلا طبعا وليس أمرا. تفعلوا الجرس إن شاء الله عشان يوصلكم مني كل جديد. وما تنسوش اللايك بقى والتعليقات والحاجات الجميلة اللي المفروض أنا بستناها منكم دي. تمام تمام. هتعمل ايه النهارده يا امور؟ قاعدين محتاسين طبعا، مش عارفين نعمل ايه، الدنيا بقت غلا، ما عندناش عارفين نعمل اكلات ولا كلام من ده زي الاول. فقلنا النهارده نعمل كمكتين حلوين كده يستاهلوا بقكم. تاكليهم بقى بلبن، بشاي، بجبنه، تاكليهم من غير حاجه خالص، مش هيعترضوا والله. نشوف اللايك يا جماعه، اللايك يا جماعه، عشان بص انا عماله احارب دلوقتي، بص ما اوصفلكوش. زعلانه منكم بصراحه عشان اللايك ده. انا دخلت لكم على التيك توك مش عاجب. عملت لكم حاجات على القناه مش عاجب، اعمل انا ايه بقى دلوقتي؟ اللي مش عاجبه القناه عندي يا جماعه يقول لي، دي ما فيش فيها اي زعل. اللي مش عاجبه حاجه في القناه يقول لي مش عاجبني فيها كذا. تمام، أو يعني اخد برايكم، مثلا يمكن يكون شغاله فيها بطريقه غلط، في حاجه غلط مش كويسه، مش عاجباكم، قولوا لي برضو، يعني محتاجه رايكم بصراحه. متنسوش تصلوا على الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا انا معايا كيلو دقيق، حطيت عليه معلقتين كبار سكر، حطيت عليه ذرة ملح، كيس خميرة. وكانت غلطتي الوحيدة فعلا ان انا ما اختبرتهاش، لان الخميرة دي مش تمام يا جماعة خالص، والله العظيم مش تمام خالص. كانت غلطتي ان انا ما اختبرتهاش قبل ما احطها. الخميرة التانية بحطها وانا مغمضة، مش بختبرها. بسم الله ما شاء الله، بتخلي العجين في حتة تانية خالص. تمام. المهم معلقتين سكر كبار، ذرة ملح، كيس بيكنج باودر، ظرفين فانيليا. ايه تاني يا امول؟ ايه تاني؟ بس. ولبن، لو عندك لبن بودرة بقى ماشي، حط معلقتين كبار. مش عندك مفيش مشكلة، ده لبن جاموسي. كنت انا لسه غالية دلوقتي اهو، يعني لسه طازة ما شاء الله. مش هيعترض ولا يقول اي حاجة يا جماعة، حتى لو حطيت نص لبن ونص مية مش هقول حاجة. لكن انا بحبه بلبن صافي يعني، ماشي، بحب احط الحليب في صافي يعني. طيب، وجبت ايه تاني يا امولة؟ جبت معلقتين كبار سمنة بلدي، ونص كوباية زيت. نص كوباية زيت ومعلقتين كبار سمنة بلدي، يعني تقريبا بمعدل كوباية الشاي الصغيرة دي سمنة على زيت، سواء بلدي بقى نباتي. حطيت زيت بس، حطيت سمنة بس، مش هيبقى في اختلاف بأمر الله. شايفين العجينة؟ بسم الله ما شاء الله. صراحة والله العظيم العجينة دي اللهم بارك كانت حاجة، بصوا لا توصف. ده كيلو دقيق واحد يا جماعة انا كنت عاملاه، لان كان معايا شغل الناس تانية، فانا كنت عاملة 2 كيلو دقيق لوحدهم، وده كيلو لوحده. فانا صورت معاكم الكيلو لوحده ده اللي كان هيبقى ليا مثلا او لبيتي، مش صورت التانيين يعني لشغل حاجة الناس مثلا. فما شاء الله شايفين طول ما العجينة مظبوطة معاكي وماشية تمام، تلاقي ايديا نضيفة ازاي، مش بيلزق فيها عجين. اللهم بارك، عشان تتأكدي ان العجينة ما شاء الله خدت حقها في العجين وفي السوائل بتاعتها اللي هو الحليب او الدهان بتاعها. شايفين بسم الله ما شاء الله العجينة طرية وملمسها جميل وزي الفل ما شاء الله، اللهم بارك. شكلها لوحده اللهم بارك، عسل عسل عسل. عجينة 100% يا جماعة، والله العظيم عجينة محترمة. خلاص، هشيل بقى العجينة دي احطها، اغطيها واسيبها تدفى كده، وراح اشوف غدا هنتغدى ايه النهارده. نتغدى ايه النهارده يا اموله؟ مش عارفه، احنا كان عندنا اكل بايت، ففي عندنا فريق بياكل اكل بايت وفريق مش بياكل اكل بايت. خلاص هنعمل ايه؟ كان عنده رز بايت طبعا.
وده رز مش بايت بقى عشان اللي بايت ده مش بياكلوه بيعترضوا عليه. فانا عملت اللي مش هياكل رز بايت بقى، عملت له رز طازه دلوقتي. ماشي. هو عموما الاكل كله مش بياخد وقت، لانه كله زي ما قلت لكم احنا عندنا اكل بايت وهنعمل كماليات بسيطه. تمام. تمام. لا وبعدين يعني انا ومنى وروجي دلوقتي اللي هناكل، يعني مش محتاجين فن ولا حاجه، يعني اي اقل حاجه بتقضينا. لكن المهم عند ولادي ما يكونش بايت. تقولش يعني كان بايت بره، ما هو بايت في البيت يا جدعان، بايت في التلاجة مش يقول حاجه يعني عادي. راجل بيت في بيتنا يعني. لا هما مش بيقتنعوا ان هو بايت في البيت، المهم مقتنعين ان هو بايت وخلاص. فخلاص يلا نرضي الاطراف وخلاص وما نزعلش حد. ده الحليب اهو، بعد ما عجلنا وخلص خلصنا. وده بوتاجاز المنيل ب60 ليرة. ادعولي ادعولي ربنا يكرمني بقى واجيب بوتاجاز جديد، ادعولي. وده طبعا انا كنت حاطه في الميه علشان عاوزه اقشره وافرمه ان شاء الله. تمام. تمام. طيب. عندي حبة رفيع كده وحاجات في الحوض كده، قلت اشطفها واروقها عبال ما الاكل يخلص علشان اتغدى واروح اعمل الكماج ده معاكم بقى. ماشي. بصوا يا جماعة، يا ريت اللي متابع قناتي على اليوتيوب، انا ليا على فكرة صفحة على التيك توك، علشان ممكن تدخلوا من خلالها وممكن تدخلوا عادي من خلال اليوتيوب عادي. ففي تلك الحالتين تشرفوني وتنوروني وتأنسوني. تمام. يا ريت يا جماعة، فضلا منكم وليس أمرا مني طبعا، يا ريت تكرموني بلايكاتكم، لأن لايكاتكم دي اللي بترفع الفيديو إن هو يتشاف. فصراحة القناة باظت وقعت خالص يعني. فده بصراحة مش إهمال مني، ده إهمال من من قلة متابعتكم، إهمال من لايكاتكم. يا جماعة والله اللايك مش بيغرمك حاجة، مش بيغرمك أي حاجة خالص يعني. ف... ف... يعني إيه، يا ريت ما تبخليش عليا بيه. يعني اخواتي وحبايبي ما يبخلوش عليا باللايك، مش بيعمل حاجة لكن بيرفع الفيديو يتشاف. وزي ما قلت لكم يا جماعة، حتى لو مش عاجبكم حاجة في محتوايا، يا ريت تقولوا لي اصلح منها او اعدلها او اعمل بالطريقة اللي انتوا تحبوها او الطريقة اللي انتوا عايزين تشوفوني بيها. تمام. تمام. عاوزة اقول لكم ان انا قايمة النهاردة، انا بسجل لكم الفيديو ده دلوقتي الصبح. يعني قايمة من النوم كده قلت اسجل لكم الفيديو عشان ان شاء الله حبايت منتج وينزلوا حاجات زي كده، فبياخد وقت شوية. فاللهم صل على سيدنا محمد. قلت ايه يعني اتكلم معاكم كده بالنسبة للموضوع ده. طبعا في ناس سألتني يا جماعة، في ناس سألتني بالنسبة معرفتك ايه بسمسمة العمدة وسمورة العمدة ووالدتهم الحاجة ام محمد، الحاجة نصرة ام محمد. الناس دي محترمين جدا، ناس زي العسل. الناس دي فعلا فعلا حسسوني ان هما اهلي والله العظيم. الحاجة نصرة دي ونعم الناس، احتراما وقاما ومقاما واخلاقا. بصوا بقى حاجة مش هوصفها لكم، لان هي بتتكلم عن نفسها، شخصية بتتكلم عن نفسها. انا اول ما كنتش اعرف الناس دول اقسم بالله، بس فعلا يا ريتني كنت قابلتهم وعرفتهم من زمان. الناس دي من منتهى الاحترام، منتهى الاخلاق. بصوا بقى يعني ناس كريمة يا جماعة، ناس كريمة، ناس كريمة. يمكن اللي بيقدروا يعملوه للناس بيعملوه، مش لكن للأسف يعني الله ما نعرف اقولكوا ايه. هم ناس ونعم الناس. بصوا بقى اخلاق وكل الصفات الحلوة اللي في الدنيا والله العظيم فيهم، والله العظيم حقيقي فيهم. شيلها بره الوجه لو سمحت، حطها في الزبالة. طب شيلها طيب، ما تزحلق. هناك بصي يا لوجي، بصي في هناك انت حاطه واحدة هناك اهي، واحدة بره على الترابيزة. مش هي. فبصراحة أنا أول ما عرفت بهم كنت رايحة أجيب من عندهم زبدة وكلام من ده. فهم طلعوا أحسن الناس حقيقي، ناس كريمة، ناس محترمة، ناس مقابلتها ونعم الناس. بصوا فلاحين أصلة، معنى كلمة فلاحين الخير، الخير، الخير. فاهمين الكلمة دي؟ الخير والاحترام والأمانة والذوق والواجب والأصول. فاهمين؟ فصراحة برضو الله يصبحها بالخير ويصلح حالها ووسع عليها ويرضيها واكبر خاطرها. سمورة سمورة من الناس فعلا العسلات. الست ام صلاح، الست ام حبيب من الناس العسلات حقيقي. ناس محترمة، ناس طيبة، جدعة، جدعة يعني اخت ربنا يصلح حالها، جدعة
بأمانة والله يا جماعة، الناس دي فعلا ونعم الناس. فهي يا زين مربط، الحاجة أم محمد حاجة نصرة يا زين مربط، إن كانت سمسمة الله يصلح حالها ووسع لها ويرضيها وبارك لها في ولادها اللهم امين. ست ام عبده ونعم الناس حقيقي يعني. طبعا سمورة برضو ونعم الناس اقسم بالله، لان سمورة بقى انا قابلتها وكلمتها وقعدت معاها وكلت في بيتها. ف فدي يعني انا بصوا يعني اتكلم يعني بالله انا شفته بعيني اقسم بالله، ناس محترمين جدا، وعلى فكرة محتوى حلو قوي قوي اللهم بارك. بتعمل قرص جميلة جدا بسم الله ما شاء الله، بتعمل فطير زي العسل، عندها أمانة، ست نظيفة جدا في بيتها، نظيفة في شغلها، نظيفة في فعلا في حاجتها اللي بتقدمها دي. بأمانة هي نظيفة جدا جدا يعني ما شاء الله، ومخلصة في شغلها، وحاجتها اللي بتعملها يا جماعة مش هتلاقوا زيها في المحلات بأمانة، مش هتلاقوا زيها في المحلات. يعني الفطير أو القرص اللي سمورة العمدة بتعمله صدقوني مش هتلاقوه في المحلات. طيب انت بتقول عن انا بقول عنها لان هي فعلا تستاهل ان انا اقول عنها. انها فعلا ما شاء الله ما شاء الله عليها، نظيفة، اكلها نظيف، حاجتها جميلة، اسلوبها جميل جدا، اخلاقها حلوة قوي، روحها زي العسل. بصوا كل الصفات الحلوة اللي ربنا خلقها. يعني انتوا عاوزين تربية الحاجة نصرة تكون ايه؟ اكيد هيكونوا بنات امارات عسلات، طالعين من بيت كله امانة واحترام واخلاق، فاكيد هيكونوا كده بالظبط. البدنجانة دي ما شاء الله ما كانش، كان قلبها ابيض كده وجميله كانت زي العسل، فاكلت نصها انا ومنى بنتي على فكره احنا واقفين. كنت عاوزه اعمل بيها طبق مسقعه يعني، والقرن الحامي ده القرن الشطه الحامي ده. كده عملنا الاكل وحطينا الاكل البايت وهناكل وهنحمد ربنا، وكده عسل قوي قضينا النهارده. طبعا منى بنتي لسه بتسخن اكلها بقى ايه اللي هي هتاكله اللي لسه مطبوخ حالا يعني، هي عامله لنفسها حاجه كده برضه هتجيبها وتحطها. خلاص الحمد لله. قعدت كلت انا ومنى ولجيت اتغدينا، وهروح دلوقتي نشتغل في الكماج بتاعنا. الاول نمسح الرخامه، رخامه الترابيزه نمسحها كويس قوي قوي، حطيت شويه خل. وبعدين مسحتها وقعدت اغني بقى للعجين انا ومنى بنتي، قعدنا نغني العجين وشربنا الشاي بقى كده واحنا شغالين. وصلوا بينا على الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله ما شاء الله اللهم صل على النبي. العجينه جميله وزي العسل وخمرت، بس مش خمرت قوي للخمر اللي كنت عاوزاه. هي غابت جدا جدا يعني، ده كيلو دقيق غابت قوي قوي عمال ما خمرت، بس مش الخمر يا جماعه بامانه اللي انا كنت عاوزاه، او الخميره التانية بتطلعه، نتيجه الخميره التانية بتطلعه. الخميره غشتني تمام. وانا فعلا يعني الحمد لله الحمد لله ان هما دول يعني كيس الخميره ده اللي عملت به الكيلو الدقيق بتاعي، او اللي احنا هناكله اللي يفضل لنا يعني من الاخر. انما كويس اوي الحمد لله ان انا عملت الكماج اللي كان هيطلع بره او رايح لاصحاب نصيبه، من الخميره التانية ما شاء الله يعني لا قوه الا بالله. فالحمد لله قدر الله ما شاء فعل، وكويس ان نجس في حاجه زي كده. بس هرجع اقول لكم العجينه ما شاء الله اللهم بارك مش وحشه، الكماجه زي العسل، قطنيه كده وطريه وجميله، تفتح النفس. لو كلتيها دون حاجه معاها والله العظيم مش هتقولك لا ومش هتعطل، هتحبي تاكليها كده حاجه طريه ملبن كده جميله. كمان هي جميله، هي كل مشكلتي معاها ان ما رفعش الرفعه اللي انا بحبها، الرفعه اللي الكماج بتاعي بيجي يعني. آه فهو صراحة العجينة ما ادتليش الرفعة اللي انا كنت بحبها يعني ايه، الكماجي يبقى قابب قوي بالشكل اللي انا حباه او الشكل اللي انا بعمله او الشكل اللي انا بحبه عموما يعني. اقري ده 11 12 13. 11 12 13. يلا روحي اكتبيها غيابي كده لوحدك عشان تحفظيها تمام. 11 12 13. الانسه لوجي بقى ايه ما تذاكر عندها درس دلوقتي، فاي ما تحفظ بقى الارقام اللي كانت واخداها امبارح. شايفين العجينه بسم الله ما شاء الله طريه وجميله وريحتها حلوه وتفتح النفس. لكن اللي زعلني منها قلت انها رفعت ما رفعتش الطريقه اللي انا حباها انا يعني. بروح الدرس اعملوا لي لايك والنبي، رب انجح يا رب. ادعوا لها يا جماعه يا رب تنجح يا رب، اعملوا لها لايك يا جماعه، اعملوا احلى لايك للوجي وبروح خاطرها كده عشان شجعوها عشان تروح الدرس يا جماعه. انا هروح كده كده اصلا دي. ان شاء الله لوجي عندنا بتروح الدرس بشكله وتروح المدرسه بشكله، كل حاجه عندنا بشكله يعني. انما الحاجه الوحيده اللي مش بتختلف معانا فيها انها تلعب.
يعني تلعب دي يا سلام، انت حبيبتها قوي لما قلت لها العبي يا لوجي. فاعملوها لايك يا جماعه عشان ربنا يكبر خاطرها كده وتروح الدرس. خلاص انا حميت الفرن بتاعي وحطيت صينيه الفرن اهي علشان اسوي فيها الكمك بتاعي. سخنت وهنسمي بسم الله الرحمن الرحيم كده ونحط الكمك بتاعنا. اللهم بارك زي ما انتم شايفين. على فكره انا كنت بعمل الكمك ده بعد المغرب، بعد ما الدنيا ضلمت تقريبا دخلت اسوي الكمك ده بقى. تمام. ما تنسوش يا جماعه بقى اللايك، ما تنسوش لاول مره تشوف قناتي يا ريت فضلا وليس امرا يشترك في القناه وفعل الجرس علشان تزودوا عيلة الصغيرة دي وتكبروها ان شاء الله وتكبر بيكم ومعاكم وليكم باذن الله. ربنا يكبر خاطركم جميعا. وبطلب من اخواتي وحبايبي يا ريت يا جماعه يتابعوا الفيديو للاخر. احتمال اقول حاجه ما يكونش اسمها، وبتمنى منكم فعلا فضلا وليس امرا ان انتوا تحطوا لايكات كتير للفيديو علشان الفيديو ده يتشاف، لان فعلا زي ما قلت لكم ان سوء المشاهده بوظت القناه عندي حقيقي. فانتوا ما يرضوكوش كده ان اتعب في المحتوى بتاعي والاخر راح على الفاضي. فبالله عليكم يا جماعه يعني زي ما قلت لكم اللي مش عاجبه حاجه في المحتوى يا ريت يبعت لي في الكومنتات يديني فكره، وان شاء الله اكون عند حسن ظنكم باذن الله. واشوفكم بامر الله في فيديو جديد ومع الف سلامه. وان شاء الله الكماك بسم الله ما شاء الله اللي طلع اللهم بارك ربنا يجعله بألف هنا وصحة للي كلوه يا رب. كان حاجة زي العسل. متنسوش يا جماعة تدعموني بلايكاتكم، متنسونيش باللايكات يا جماعة بالله عليك. الكماك ما شاء الله شكل ولون حلو، واحدة قبت واحدة ما قبتش فعلا.